السلام عليكم. سيف. ايه الاخبار؟ ده سيف برضه. هتاكل معانا اتقفشت. ايه؟ ربع فرخة، 2 كفتة، سباعية يعني كفتة، ورز وعيش وسلطة 105. بس هو خطي ليه؟ خطي وحش. هو مش عارف، بس انا لسه فطرت يعني هتاكل معانا. هتوحشنا رمضان. قهوة المثقفين. السلام عليكم. بص يا ابو الشاي، اللي خاف من مراته ما يعرفش يحكمها. طب اطلع من رحب فؤاد الممثل دي. ما كنا نتكلم. ما كانوا مش فاهمين جاي منين بقى. لا مش هقول لك بقى، خلاص طول عمري متضايق. انا عايز اقول لك بيلف في التليفون ممكن يبعت لي المواصفه مرتين ما ورا بعض. اعرفش اعمل ايه. طب قول لي طيب ان انت بتصور مشهد. طيب يصور حاجه يا عم، ده هو طلع الكاميرا فانا فاهم ابدعت. اي هبل. مساء الخير، صباح الخير مرة تانية. عدى شهر أو أكتر، يعني تقريبا حوالي بتاع أكتر من شهرين حرفيا ما قعدتش قدام كاميرا، ما شفتش يوتيوب، ما صورتش فيديو، ما عملتش أي حاجة. وبصراحة الشهر ده حصل فيه حاجات كتير جدا. شهر من آخر حتة، من أول حتة أنت شفتها في الفيديو دي وإحنا هنا دلوقتي، حصل كتير جدا بصراحة. زي ما كنت بقول، من ضمن الحاجات اللي حصلت هو إن خلصت امتحانات تانية كلية. ان انت متخيل احنا لسه طالعين من ثانوي، خلصت امتحانات تانية كليه. سنتين كليه، انا مش عارف يعني، محتاج اقعد كده قعده كويسه واشوف السنتين دول راحوا فين. بجد يعني سنتين طاروا حرفيا. انا مش عارف يعني، كنت تايه تقريبا معظم السنتين ومش عارف بعمل ايه. فالفكره ان حاسس ان حرفيا ما عملتش اي حاجه، السنتين طاروا. بس المهم ان خلاص سنتين من الكليه خلصوا وخلصت امتحانات، وانا هنا دلوقتي ان شاء الله بقى نرجع ليوتيوب مره تانية. فاعتبر يعني اللي انا بتكلم فيه ده هو كويك ابديت كده، ابديت سريع على اللي حصل معايا في الشهر اللي فات، واللي هو كان كتير. وده بسبب ان الشهر اللي فات ده كان فعلا اكتر شهر انا اتضغطت فيه في حياتي كلها، خصوصا ان دلوقتي بقيت قاعد لوحدي في شقه لوحدي انا واخواتي بس. نقلنا، ما بقتش موجود في الشرقيه، خلاص انا دلوقتي في التحرير وسط البلد. بالاضافه لكده طبعا مع الامتحانات بلس الشغل، فمع الموقع بتاعنا والشغل ان شاء الله الحمد لله. يعني الفتره اللي فاتت كان الشغل فيه ضغط كويس جدا، وكل ده كان في وقت الامتحانات. فالشهر اللي فات ده كان شهر يعني اضطريت ان انا افصل فيه شويه، افصل فيه من جزء من حياتي، واللي هو في الوقت ده كان يوتيوب. اختفيت طبعا شويه، شويه ناس كويسين جدا سالوا، فشكرا فعليا لكل حد سال. وان شاء الله الفتره الجايه هيكون فيها شغل اكتر على يوتيوب. يعني كمان حابب اضيف ان انا سبت الشغل بتاعي، فدلوقتي مبقاش عندي شغل، انا بس بقيت فاضي تقريبا ومتفرغ للشغل بتاعي، واللي هو الويب سايت، الموقع بتاعنا labak.com لو ما تعرفوش. وبالاضافه لكده كمان على يوتيوب هنا هكون معاكم كتير جدا. ف يعني مش عايز اطول الفيديو ده، فيديو قصير خفيف لطيف كده، اتمنى يكون عجبك وبس. اشوفك ان شاء الله في الفيديوز الجايه، وهكلمك عن تفاصيل اكتر في اللي حصل الفتره اللي فاتت من حياتي دي كتير جدا قدام، عشان اللي حصل ده بجد كانت نقله وتجارب كتير. انا اتحطيت في تجارب كتير جدا بشكل مش طبيعي في نفس الوقت. فبصراحه كانت اكتر فتره في حياتي من فتره طويله قوي انا اتعلمت فيها. فان شاء الله هشارك معاكم كل التجارب دي، بما ان خلاص القناه دي بقت هي عباره عن مكان بشارك فيه كل التجارب اللي انا بعدي بيها في الكليه او في فتره الكليه او في فتره حياتي دي عموما. فان شاء الله هشارك معاكم كل حاجه اتعلمتها، واللي جاي ان شاء الله يكون احسن بكتير من اللي عدى.
ف استناني.